آخر وحسب ما نشرت اليوم صحيفة جول لاين الإلكترونية، وكذلك شاهدت أيضا في صحيفة شوت فقط للأمانة. اليوم في صحيفة جول لاين في خبر عن النجم ياسر القحطاني في بادرة خيرية ومثالية وعالية القيمة على المستويين الرياضي والاجتماعي. حسب أنا قاعد أقرأ نص الخبر في الصحيفة، تكفل النجم السعودي ياسر القحطاني المحترف في نادي العين الإماراتي ببناء مسجد باسم اللاعب الإماراتي الواعد دياب عوانة، لاعب نادي بني ياس ومنتخب الإمارات الذي توفي أمس الأول في حادث مروري أصاب الإمارات والخليج بالهلع والحزن، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. وكشفت مصادر خاصة أن من الإمارات أن ياسر بصفة رسمية أوكل الجهات الرسمية في الإمارات باختيار المكان المناسب والعمل على تشييد المسجد على نفقته الخاصة باسم اللاعب الفقيد دياب عوانة. طبعا هذا أهم أو يعني باختصار الخبر طويل ولكن نقلته كما هو من صحيفة جول لاين. فواز، أولا أنا أشيد بهذه الصحيفة، نعم، لأنها أيضا في ثنايا موادة، وهي تكتب أشياء جميلة تدعم جوانب إنسانية تدعم، وإحنا محتاجين كثير. نعم لكن وأيضا أشيد بخطوة ياسر القحطاني إن شاء الله، حتى لو كانت ما تمت أو إنها إن شاء الله تتم شبه فكرة مثلا، أتمنى أنه ياسر يتخذها، لأنه عودة ياسر الحقيقية لملاعبنا من خلال مسجد، من خلال الانضباط، من خلال النوم المبكر، من خلال الاتجاه إلى العمل واعتبار كرة القدم شيء من رزقه. أعتقد هذه خطوات جدول يومي يضعه ياسر القحطاني للعودة إلى هذا المستوى. طبعا حادثة اللاعب الإماراتي الفاجعة حقيقة كانت فاجعة فعلا، وذكرتنا باللاعب السعودي خالد الرويحي الله يرحمه، كانت أيضا ذات الفاجعة، وسعد الدوسري، نعم رحمهم الله جميعا. رحمهم الله. والله أنا عشان كذا حقيقة أوردت الخبر، يعني في أخبار كثيرة في الصحف لكن يعذروني أنا، بس هذا الخبر في جانب إنساني جميل، يعني من حق الصحيفة ومن حق ياسر ان احنا نبرز من هذه الاخبار لان محتاجين لها كثير. تفضل. والله طبعا احنا نشكر الكابتن ياسر ونعزي اسره اللاعب، والله يصبرهم على هذا المصاب الجلل، خاصه انه في هذه المواضيع يعني الموت المفاجئ ترى متعب جدا. انا من الناس اللي عاشوا مثل هذه الاجواء. نعم. يعني كان لي الابن عبد الله رحمه الله نفس الطريقه، كان راجع للبيت الساعه تقريبا 1:30 الظهر فحدث له الحادث وتوفي رحمه الله. فاحنا نقول ان شاء الله يا رب ان شاء الله الكابتن المتوفى ان شاء الله يكون في جنات النعيم، يا رب يصبر اهله ووالديه ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله تعالى. شكرا عموما للكابتن ياسر، نسال الله عز وجل ان يجزيه خير الجزاء على هذه الخطوه التي نتمنى ان شاء الله ان تكون ايضا موجوده في بين الرياضيين، وهي موجوده بالفعل. كثير من الرياضيين حقيقي يقومون بخطوات ربما لا تظهر في وسائل الاعلام وهم لا يحبون ان يظهرونها، وانا شاهد على كثير من الخطوات في كثير من اللاعبين مجرد انه يتم ابلاغهم بانه نحتاجكم في زياره مثلا لدار ايتام او لمعاقين او احتياجات خاصه، حقيقه يبادرون والله ولا يسالون عن التفاصيل، مجرد ما انك تتصل عليه يوافق على ذلك، بالرغم من الضغط اللي يعانونه والمشاكل الرياضيه اللي عندهم، معسكرات وانديه ومنتخبات، الا انهم يجدون هذا الوقت يستقطعون من وقت اهلهم الخاص لهم ليقومون بهذا العمل الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتهم. عاد في نقطة عن ياسر القحطاني، يجب أن يعرف الجميع أنه ياسر القحطاني أولا هو كريم ومن عائلة كريمة، نعم، وهو أيضا شهم، وهو رجل، وهو قريب من الجميع، وهو وفي، نعم، وخلوق. هذه الجوانب الموجودة في ياسر القحطاني يجب أن يتفهمها الوسط الرياضي، لأنه هذه عائلة كريمة وموجودة ونعرفهم ونعرف عاداتهم وتقاليدهم وشهامتهم وكرمهم، اللي هو طبعا متشابه في الوسط السعودي بشكل عام. كثير. بس على الخصوص أنا أتكلم في ياسر القحطاني. ياسر القحطاني صاحب أخلاق كريمة، صحيح، وشخص هو خلوق، وشخص يعني تشعر بأنه ياسر القحطاني فعلا رجل. يعني لابد أن الواحد يدرك معنى أنه لما تكون رجل معناته أنت في وقت الظروف وقت الأزمات دائما تكون موجود. كثير من الشخصيات اللاعبين والرياضيين يعني تتمنى أمنية بأنك تشاهدهم خارج الملعب لأنهم مختلفين تماما. داخل الملعب ترى في ظروف مختلفة، وإحنا عندنا فقرة اسمها وجه ثاني بادرنا فيها الموسم الماضي وظهرنا كثير من الرياضيين في وجه ثاني مختلف بعيد كل البعد عن الرياضة. هالموسم بدأناها باللاعبين، نتمنى إن شاء الله أن نستطيع أن نحصل على هؤلاء اللاعبين بس يساعدونا شوي عشان نظهر هذا الوجه الجميل والمشرق البعيد كل البعد عن مشاكل كرة القدم، وبالتالي أظن أننا من خلال هذا التقديم ربما نسهم في تخفيف وتلطيف